بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن التحويل وايه هي المشاكل اللي بتخلي الفرخ ما يحولش معايا في فصل الصيف. فانا النهارده بنتكلم الاوزان عندنا مش راضيه تكبر. هنتكلم مع بعض النهارده في حل مشاكل الاوزان ليه الفرخ ما بيكبرش. اول مشكله معانا في فصل الصيف وهي عدم التهويه الكويسه، وده بيكون بسبب الفرشه اللي في الارضيه. بسبب الفرشه اللي في الارضيه يا اما بتكون عليها سبله كتير او بيكون عليها ميه فبتعمل رطوبه في المكان. فالحل عشان نمنع المشاكل اللي بتواجهنا في تحويل فراخ عندنا في المزارع او ان احنا ننظف الفرشه باستمرار. في نهايه الدوره اخر اسبوع من الدوره كل يومين لازم نغير الفرشه ونهتم بعلاج الاسهالات، ما يكونش عندنا اي اسهالات عند الفراخ. دي المشاكل اللي بتواجهنا في التحويل في اخر ايام الدوره. مع بعض ننظف الفرشه باستمرار، نعلي 2 سم سواء تبن او نشاره في المكان. عشان الكتمه والريحه بتاعت السبله، الريحه بتاعت السبله بتاعت الفراخ بتاثر على عينيهم وبتاثر في التحويل. والجو حر، يعني العمليه مش مستاهله، الجو حر لوحده. فدايما باستمرار الفرشه تكون دايما نظيفه. دي معلومات مهمه لو عملنا بيها هنحصل على اوزان كويسه جدا. ارجو يكون استفدنا من الشرح. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه، ودمتم في امان الله.